حفرت الحفرة لأخوها بس الكل وقع فيها. ندى أبوها رحمة الله عليه كان من الأثرياء، وتزوج زيه واحدة من الأثرياء، وعايشين في فيلا كبيرة تكاد تشبه القصور، وما جابوش غير ندى. لكن أبوها غلط غلطة في نظرها هي وأمها، غلطة العمر الكل بيدفع ثمنها. اكتشفوا بعد سنين من زواج أمها إنه متجوز من واحدة، لكن واحدة غلبانة على قد حالها فقيرة، وخلف منها ولد سماه أحمد. ولما عرفوا غاصبوا عليه إنه يطلقها، زي كل الأفلام العربي، الغني لازم تكون معاه غنية، والفقيرة دي بتبقى كده حاجة عابرة في حياته، عن طريق جواز، عن طريق أخطاء. لكن دي كان متجوزها والولد باسمه، وافترق عنها وعن الولد، وما بقاش يشوفهم ولا يعرف حاجة عنهم، ولا حتى يبعت لهم مصاريف، وبأوامر من مين؟ من الزوجة. تملك كتير، وأكتر ما تملكه السلطة، إنها كانت ممشياه زي ما هي عايزة بأوامر منها ومن أهلها. وجه الوقت اللي البنت كبرت فيه والولد كبر فيه. ندى بقى عندها 25 سنة والولد عنده 20 سنة. وبعدين الراجل توفى، الولد سكت شوية، وبعدين راح يطالب بحقه في الميراث في أبوه. البنت وأمها رفضوا وقالوا له إنه هو ملهوش أي حاجة، ملوش أي حق، ويكفيه إنه بيحمل اسم الأب، ما يطمعش في أكتر من كده. الولد كانت أمه توفت من زمان وعايش بطوله، وأكتر من مرة يتردد عليهم ويتكلم معاهم بالذوق وبالأدب، لكن مفيش فايدة. العنجهية والطمع كانوا ماسكين ومثبتين في ندى وأمها. وفي آخر مرة طردوه من عندهم، وندى قاعدة في الجنينة بتاعت الفيلا بتاعتها ماسكة كتاب، أوراقه صفرة وريحته وحشة، كتاب قديم وعترت فيه فين الله أعلم، بيتكلم عن السحر الأسود والأعمال، والموضوع كان مستهويها. وأمها حذرتها أكتر من مرة في الاستمرار في قراية الكتاب ده، لأن العواقب بتاعته مش كويسة. لكن هي كانت عنادية وجبارة، ما بيهمهاش حاجة وما بتخافش زي ما بتقول، ما كلهم كده بيقولوا ما بتخافش، ويجوا وقت الخوف تلاقيهم قلبوا قطط. المهم الولد في آخر مرة زعق معاهم وقال لهم هشتكيكوا في المحكمة وهعرف اخد حقي بالقانون. في اليوم ده ندى أصرت إنها تشقلب حياة أخوها، وتخلي ليله نهار ونهاره ليل، وما يبقاش عارف هو رايح ولا جاي. وسهرت على الكتاب وخدته في أوضتها ونفذت كل اللي موجود فيه، إنها تعمل له سحر يخليه يتخيل أشخاص حواليه، ويسمع أصوات ملهاش وجود، ويشوف حاجات من خياله، يعني تجننه بمعنى أصح، تشتته، تخليه يقدم على الانتحار، ما يستناش الموت لما يجيله. ولعت الشموع وبدأت في الطقوس، وبدأت تكتب وتقرأ الطلاسم اللي موجودة في الكتاب، لحد ما الأجواء بقت تقول في حاجة بتحصل. شبابيك ترزع، بيبان تتفتح وتتقفل، شمع يطفي ويتقاد، أنفاس حواليها، لحد ما هي نفسها بدأت تخاف، وإيد باردة جدا ماسكة رقبتها لكن مش بتخنقها، ملست عليها كأنها عايزة تقول لها أنا موجودة، أنا جيت. وسمعت طلباتك، كلمة قررت كذا مرة بصوت غير بشري، طلباتك. قالت وكتبت اسم أخوها، وإن عايزاه يبقى الميت الحي أو الحي الميت. وفضلت مستمرة في الطقوس بتاعتها لحد ما النهار طلع وكل شيء اختفى، ونامت وهي مغضوضة شوية من اللي حصل، لكن جبارة وقوية وعندها استعداد تكرره تاني. في نفس اللحظات دي أخوها صحي من نومه وهو حاسس بخنقة، وحاسس ان الدنيا حواليه قافلة وانه حران وزهقان
ومتضايق ومش طايق نفسه، ما يعرفش الأسباب إيه. ونزل ركب عربيته عشان يروح الشغل. عربيته عربية على قد حاله، لأنه هو طول عمره شقيان وأمه كانت شقيانة معاه، واشترى عربية صغيرة على قد حاله. وحس إن العربية فيها نفس غيره، في أنفاس، في صوت نفس، لكن مش قادر يعرف هو مين. ويبص في المراية يشوف خيال، لكن مش قادر يتأكد خيال إيه بالظبط. وبعدين فجأة وهو ماشي في الشارع وسايق عربيته، لاحظ إن كل الناس بتبص عليه وفاتحة بقها بطريقة غريبة، وبقهم بيوسع كأنهم هيبلعوه. فرمل مرة واحدة وهو بيصرخ وعمل ربكة في الشارع كله. في اللحظة دي كل حاجة رجعت لطبيعتها، ودقق نظر كويس لقى كل شيء عادي وطبيعي في الشارع، والناس عادية جدا وتلموا حواليه هم مخضوضين عليه. وحد منهم قال أكيد جات له نوبة، يعني ممكن يكون مريض، ممكن. وسقوه بقه مية واتكل على الله ومشي. ورجع تاني ما كملش مشواره اللي كان رايحه. رجع البيت وهو قاعد في الأوضة بص في المراية لقى نفسه فيها، بس هو يتحرك والخيال بتاعه ثابت ما بيتحركش. بقى مستغرب ومخضوض، ولقى كمان الخيال بتاعه بيبتسم له ابتسامة شيطانية وجعت قلبه وخضته وخلته قام منطور، والخيال ثابت مكانه قاعد ما بيتحركش. في اللحظة دي حس ان في حاجة غريبة فعلا بتحصل له، وقال يمكن كابوس وانا لسه عايش فيه. حاول ينام وفعلا بدأت عينيه تغفل، إلا إنه لقى صوت بينادي عليه أحمد أحمد أحمد. وكل ماذا الصوت فيه رعشة، بس مش صوت هو حد يعرفه، لكن شبه على الصوت إنه ممكن يكون شبه صوت أخته ندى. وتأكد في اللحظة دي إن ندى ورا اللي هو فيه، ونزل بسرعة وخد عربيته وراح لها، ولقاها قاعدة في الجنينة وماسكة فنجال الشاي. دخل عليها وطير الفنجال من ايديها وبصت له بصة وكأنها عارفة هو جاي ليه. ما استغربتش ولا تعجبت، بل بالعكس كان في ابتسامة شبه الابتسامة اللي خياله كان بيبتسمها له في المراية. وقال لها انت عملتي فيا ايه؟ انت عايزة مني ايه؟ سابته ودخلت جوه، مشي وراها ودخل وراها البيت، والليل كان بدأ يدخل. انت عملتي فيا ايه؟ انت عايزة مني ايه؟ انا ما عملتش فيك حاجة ومش عايزة منك حاجة، ما قلتلكش تيجي، انت بقى اللي جيت. وبدأت تردد الطلاسم في سرها وهي مغمضة عينيها. واول ما فتحت عينيها لقيت مراية كبيرة ضخمة موجودة في المكان ما كانتش موجودة قبل كده، والمراية دي جواها خيال. الخيال ده مد ايده وبدأ يسحب احمد للمراية جوه، وهي بتبص بمنتهى الرعب ومش عايزة تظهر. المراية سحبت احمد لحد ما بقاش ليه وجود. احمد مش موجود. فضلت تنادي عليه مفيش حاجة، والمراية في لحظة اختفت. ندى لأول مرة تحس بالخوف وجريت على أوضتها وهي بتترعش. دخلت سريرها، كان جنب سريرها مراية صغيرة، بصت فيها شافت اللي أحمد شافه، خيالها. هي بتتحرك وخيالها ثابت، وخيالها بدأ يكلمها ويقول لها انت اللي عملتي كده، محدش عمل حاجة، انت اللي عملتي كده. والحكاية ابتدت، بس خدي بالك مش هتنتهي زي ما انت عايزة. ايه ده خيالها اللي بيكلمها وبنفس صوتها. خافت وقامت من سريرها مفزوعة ووقفت وبصت لقيت كأن في عملاق واقف في آخر الأوضة، وكأن الأوضة امتدت وبقت طويلة. العملاق ده مد ايده وصلت لحد ندى وهو على بعد، وحط ايده على رقبتها، نفس الايد الباردة اللي حست بيها اول ما كانت بتقول الطلاسم. والصوت بقى جش وقال لها مش احمد لوحده اللي هيجي معانا، كلكم هتبقوا معانا. كلنا مين؟ ندى خافت وجريت وبقت عمالة تتدارى منه، بس تتدارى من مين؟ ده الايد بقت عاملة زي ما تكون لولبية، زي التعبان بتلف وراها وتجيبها من اي مكان.
في اللحظة دي الموبايل بتاعها رن، والرقم ماما. الحمد لله ماما بترن عليا، اخليها تيجي لان انا خايفة. وفتحت وفضلت تقول الو يا ماما تعالي، انا في كارثة، انا في مصيبة، انا محتاجاكي. والصوت اللي كان مختفي ظهر. صوت مين اللي ظهر؟ احمد اخوها، هو بيقول لها تعالي يا ندى، في انتظارك يا ندى. بتدور حواليها ما لقيتش حد، ما لقيتش الا العملاق اللي خياله باين في اخر الاوضه. وضحك ضحكه جلجلت في الفيلا كلها، ضحكه شيطانيه ملهاش دعوه بصوت البشر. وقرر لها كلمه احمد تعالي يا ندى، تعالي يا ندى. وفضلت تقول يا ماما رد عليا، يا ماما رد عليا. والرد جالها نفس الصوت في التليفون تعالي يا ندى. اترعبت ورمت الموبايل من ايديها وخافت على امها، وقالت كده امها مش في امان ولا ايه بالظبط. وفتحت اوضتها ونزلت السلم جري، ولقيت امها واقفه في اخر السلم بس من ظهرها. نزلت جري على امها، شدتها من ظهرها واتدورت، لقيت ملامح وشها مش امها خالص، ده حد وشه مشوه جلده مقطع. جريت وراها وندى بقت تجري وتستخبى، والصوت كله جاي ناحيتها وبيقول لها تعالي يا ندى. وفجأة ظهرت المراية الكبيرة اللي بلعت أحمد عشان الإيد تتمد منها وتبلع ندى. والمراية مدت إيديها وخدت ندى. خدتها فين؟ بحر الظلمات، مكان هي ما كانتش تعرف إنه موجود في بيتهم، بس المكان موجود كأنه قبر، بس القبر ده بتاعهم هم اللي هي استدعتهم منه. خدوها. استدعتينا ليه؟ عملنا لك ايه؟ احنا ما كناش عايزين نجيلك ولا نيجي لغيرك، انت استدعتينا وجبتينا وكلنا هنكون سوا. ولقيت كل الاصوات حواليها اشباح، خيال، ظل. مهم ان في اصوات وكلهم على كل كلمة واحدة تعالي يا ندى، تعالي يا ندى. طب ما هي ندى جت. فجأة لقيت اخوها احمد وكأنه متكتف بسلاسل، سلاسل ومركون على جنب في مكان حاسة انه بعيد عنها بأميال، مع ان المسافة ما تجيش مترين، وكأنها لو حاولت تروح ناحيته هتغرق في بحر ما بينها وبينه. على الجانب التاني لقيت امها قاعدة على كرسي لا حول لها ولا قوة، وكأنها في غيبوبة، بس نطقت وقالت لها انا هنا من زمان يا ندى، اللي كانت معاك بقالها ايام مش انا يا ندى، انت اذيتينا كلنا يا ندى. وسكتت. ندى وقفت في النص وحاولت تهرب عشان توصل للكتاب وتجيبه، وزي ما حضرتهم تصرفهم عشان تخلص من السحر الاسود اللي هي حضرته. لكن فضلت واقفة متكتفة، والمراية والمارد او العملاق سدين عليها كل الطرق، وفضلت معاهم وهم بينادوا تعالي هنا يا ندى، عايزينك يا ندى. وندى راحت ضحية السحر الاسود.